تعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم ركض لقتال جيش كامل مكون من 20,000 مقاتل، والنبي صلى الله عليه وسلم يركض جهتهم لوحده، وما كان معه إلا بعض الصحابة اللي كانوا يمسكون النبي صلى الله عليه وسلم ويهدونه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يردد وقتها ويقول: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. فقاتل النبي صلى الله عليه وسلم جيش كامل في هذه المعركة. بس ليش كان النبي صلى الله عليه وسلم لوحده؟ في معركة اليوم حصل لجيش المسلمين موقف ما حصل لهم مثله من قبل، موقف لا يحسدون عليه، لدرجة أن خالد بن الوليد يطيح على الأرض وكله دم. خالد بن الوليد القائد اللي ما عمره حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم سماه بسيف الله المسلول، كان طايح على الأرض ومليان جراح. وفي معركة اليوم النبي صلى الله عليه وسلم ينزل من على راحلته في المعركة ويدعي الله سبحانه وتعالى ويقول: اللهم إن تشاء لا تعبد بعد اليوم، من قوة الموقف اللي صار لهم في هذه المعركة. والمشركين يسمعون أصوات بين السماء والأرض في المعركة ويشوفون أشياء غريبة. أقول لكم مواقف عجيبة حصلت في معركة اليوم، لكن الموقف الصادم أن في رجل من المسلمين حاول يغتال النبي صلى الله عليه وسلم في نص المعركة، مع أنه كان في صف المسلمين وفي صف النبي صلى الله عليه وسلم.